يحتاج ابو باقر نطيح. اي اول نرد نحكي لنا ما شوي هي السنه بال 98 مدير الاوقاف مال الفرات الاوسط يشرف على 5 محافظات، اجى وقف العمل مال زيد، صارت مشاده كلاميه بينه وبين الساده احنا العميديين خدام زيد، قلنا ليش توقف العمل؟ قال ممنوع العراق هسه علي هاي انتم تبنون منا هو هذا من ابناء العام اسمه عبد الاله. صارت قلنا له حجي خلي هذا، قال الامر تامين والتنباني ممنوع هذا البناء. قلنا له زيد بن علي هذا الشخص وقف البناء مالته تسوي لنا شاره وياه، بعد والله بالامام صح اجاني وقع. نقلوه قبل ساعه من سيارات رؤساء الدوائر هذا لا بتروز العريق يسمونه بترول. اي نقلوه للسياره ببطانيه بالشارع مال زيد، بعد ما وصل ذن 6 كيلو احترقت المحرك مال السياره، حولوه بكراون وصل مستشفى ابن مرجان توفى. قالوا شنو سبب الوفاه؟ خذوه للطب العدلي لقوا طلقتين لا لهم مخرج ولا لهم مدخل، سموه زيد ابو الطلقات ابو الشيلات. اي على اثر هاي الكرامه هذا الرجل هذا الرجل صدام حسين صادر امواله منقوله وحكموه غياب بالاعدام. المتبرع الحاج عادل الحاج عبود العساف الدليمي سمع بهذا الخبر قال وين هذا ابو الشيلات؟ لازم اوصل له. يقول اجيت من براس الشارع مال زيد في السياره، يقول انا ادور على زيد ما انتبه، قريت القطعه زيد بن عبد المتسندد بعد هذا طلب من الامام. اجى شغل السياره اشتغل، اجى هنا التقى بالسعاده قالوا يسولف الحادثه مال مدير الاوقاف مال الفرات الاوسط سولفوا له، قال اذا هو سيد ابو الشيلات يخلصني من صدام. 98 ماكو موبايل نفتقر له احنا. قال وصلت بعد هنا للحصوه اتصلوا عليه من القصر احنا نعتذر ما اطلقناها وانت ما عندك ماشي بركات الامام زيد بن علي. قال يسمي زيد ابو النقد، رجع زيد قال محتاجين شيء، كان مرمر الرخام الاسود تبرع به ب 25 مليون وتبرع بالشباك ب 350 مليون واستشيع وجاب قرايبه والحجي حي يرزق المتبرع الحاج عادل الحاج عبود العساف الدليمي. لا هسه هو بغداد بالسيديه استشع. نعم خلينا ناخذ الاسم هذا يعطيني الاسم. اكو رجل انا جبت لكم على هذا المريض عنده عجز الكليتين ايضا اجى زين، هاي الكرامات ذن كلهم وحده اي متقاربات. اثر واحد غسل بالنجف مستشفى النجف العام كان يسمونها مستشفى النجف العام هسه مستشفى الحكيم ما فاده نقلوا مدينه الضبع وقف الكليتين والله من جسمه صعدت عنده اليوريا 3 ايام لا اكل لا شرب يصعد عنده اليوريا. قال الطبيب هذا ما يفيده شيء منتهي حتى المخدر ما يمشي جسمه ما يستقبل. فخرج من هناك ساعه تصير عنده غيبوبه ساعه يصحى. قبال الشارع مال زيد قالوا مرروني بزيد بن علي. اجى دخلوا الامام المهم عقدناه احنا الساده قدامنا عقدناه بعلق بيره ويا الشباك. نام قعد قال اريدك البوها حكي لا مو غذي لا هاي تعال احنا كان عندنا عمل والعشائر منا وكل العشائر مشتركه ببناء زيد. هذا من قبل الصبح؟ اي قبل الصبح قبل الصبح. لما الرجل متعافي مش شافي وراح ترى الدكتور قلت له نفسك اسمه الجبار كاظم اتذكره الشخص قال كل شيء ما بي فحص تحليل قال له علاج ليش شيء انت الشافيه اتذكرت اشاعه اسمها هديه بن بديري. نعم جاب زيد منا هذا الشخص قام يسولف ويا الضريح اتذكره يعني نص القصيده حفظتها من لسانه. قال له ابو الشيلات اسمك وانت بالشاره وداويت الجروح المال هنشاره ونعم منا وداويت الصواب اللي عجز الدكتور قال خذوه ملك الموت يما يدور شو اسولف بحقك يا شهم مشكور الفعل يتسولف وينقال بينشاف شنجار وفعل بين شفيت مرض ما بيه ابو يحيى في زعل بهاي وداوى جروح مخفيه يا بن ذاك الفحل حيدر منك هاي مرجيه يا بن زين العباد الشاعة اخباره يا بن زين العباد وجدك الكرار قسيم النار والجنه ابن عم النبي المختار. اللي ضدك وين قبره هشام لعنة الله على هشام بن عبد الملك وقبرك كل وقت ينزار لان ثورتك لاجل الدين موت الشرف تختاره موت الشرف شيد لك ضريح بكل وقت ينزار ثور الزيد للثواره تذكار هشام بياكتر قبره ذاك صار لك فجار
يبقى النور زاهو وتشع هالحضرة وكأن زيد بوسطها وعدل مو قبره. ولا تحسبن الذين قتلوا أحياء ذو نعمة. بارك الله فيك سيدنا بعد روحك. والله وسيم. اشكرك سيدي. اشكرك سيدي. الله يحفظك. احنا اليوم يا زيد اكتبوا ضيافة زيد. شاعرنا وفي ختام الحسين اليوم ضيافه زياد الاستاذ اسمه معازيم. حبيبي الله يلك الله يلك.